تفتكروا لو لقيتوا نفسكم في مكان معزول مع شوية مجرمين والأكل خلص، هل هتتحولوا لحيوانات وتفترسوا بعض علشان تعيشوا، ولا هتفضلوا متمسكين بإنسانيتكم لآخر لحظة حتى لو التمن حياتكم؟ الفيلم بيبدأ بفيان، راجل باين عليه الشقاء، ماشي وسط جبل تلج في جزيرة مهجورة وشكلها يخوف، بيدور على أي حتة أمان ينصب فيها خيمته، وهو ماشي رجله بتتزحلق وبيقع في نهر متلج. المية كانت هتاخده وتخلص عليه، بس عافر وقدر يخرج ويكمل طريقه وهو هيموت من التعب. قعد يريح وطلع وردة ياكلها من الجوع، وهنا بدأ يفتكر كل اللي حصل معاه ووصله للحال ده. فيان ده يا سيدي محكوم عليه بالسجن مدى الحياة علشان قتل 6 رجالة، وفي يوم نادى مأمور السجن وسأله سؤال غريب: بتحلم بإيه؟ ما كانش هو لوحده اللي اتسأل السؤال ده، كان في مساجين تانية كتير، كل واحد رد شكل، اللي عاوز يشوف البحر، واللي عاوز يشوف الحرب، واللي عاوز يرجع يشوف الستات تاني. بس رد فيان ما ظهرش. المأمور قال لهم انهم اختاروا مجموعة منهم علشان يروحوا مستعمرة جديدة، وفعلا خدهم كلهم في سفينة كبيرة. في السفينة الدنيا كانت متقسمة زنازين، وكان في واحد اسمه أوبان عامل فيها فتوة السجن وقتل واحد علشان ياخد سريره. المساجين بدأوا يقلقوا ويحسوا ان دي خدعة علشان يغرقوهم في البحر، والموضوع قلب بجد وبدأوا يضربوا في بعض. فيان افتكر كلام واحد معاه في السجن اسمه سيبا، الراجل ده كان عقله مفوت شوية، وكان بيقول ان الجنة والنار اتملوا ومفيش مكان، وان في مكان تالت الأعراف بيتحضر لناس زيهم، وواضح ان الجزيرة دي هي المكان التالت. المهم السفينة وصلت لجزيرة مهجورة ونزلوهم، وكل واحد مربوط في ايده كلبشات وليها رقم. قابلهم أولسون ومارتا، ودول المسؤولين عن مشروع اسمه تيرانوفا. قالوا لهم ان السجون في العالم كله اتملت ومفيش مكان، فالحكومة الروسية قررت تديهم الارض دي يعيشوا فيها كمستعمرين تحت حمايتهم، وهيدوهم اكل يكفيهم 3 شهور، وفي قمر صناعي مراقبهم طول الوقت. اللي عاوز ينسحب يركب مركب ويروح لعوامة في البحر يضغط على زرار احمر ويقول اسمه ويرجع السجن تاني. اول ما الحراس مشوا ورموا مفاتيح الكلبشات على الرمل، المساجين اتجننوا وبدأوا يضربوا في بعض علشان يلحقوا المفاتيح. فيان وسيبا وقفوا بعيد واخدوا المفاتيح اللي وقعت من الناس. عصابة علي سيطرت على الوضع وخدت السلاح والاكل، وبدأوا يقتلوا في اي حد يقف قدامهم. بس اللي هيحصل بعد كده صدمة ما حدش كان متوقعها. الناس اللي حاولت تهرب من المركب علشان توصل للعوامة غرقوا وماتوا، والكل بدأ يتوزع في المخازن. فيان قرر انه مش هيقعد مع المجرمين دول، خد شوية اكل وجاكيت وهرب علشان يعيش لوحده ويدور على طريقة يخرج بيها من الجزيرة دي. راح استخبى تحت صخرة وطلع صورة لعيلته كان مخبيها وقعد يعيط لحد ما نام. صحي لقى الفئران اكله، فبدأ يصطاد طيور وياكلها. سيبا المجنون لقى مكان فيان وراح عاش معاه وحاول يسرق سكينة، بس فيان قفشه. سيبا قال له انه مش عاوز ينتحر علشان خايف، وفيان قال له انه عاوز يعيش علشان يدفن جنب عيلته اللي ماتوا. بس سيبا سرق صورة عيلة فيان علشان يعمل بيها حاجات مش تمام، ففيان اتجنن وضربه ورماه من فوق الجبل. بس سيبا من حظه ما نزلش في المية ووقع على تل تحت وعاش، ورجعوا يمشوا مع بعض تاني. وهم ماشيين فيان لقى مفاجأة ما كانتش على البال، لقى حطام طيارة قديمة وسط الصخر، ولما طلع الجبل لقى الطيارة كلها موجودة. فيان كان طيار أصلا وحس إن ده أمله الوحيد، بس الطيارة تقيلة ومحتاجة رجالة كتير علشان تتحرك. رجعوا للمخيم علشان يشوفوا هيعملوا إيه، وهناك لقوا أوبان سيطر على كل حاجة وعامل نفسه محافظ الجزيرة وحابس المساجين اللي مش معاه في زنازين، واللي يتأخر في المشي يقتلوه وياكلوه. أيوة الموضوع قلب أكلي لحوم بشر علشان الأكل بدأ يخلص. فيان وسيبا اتمسكوا وأوبان كان عاوز يعاقبهم. فيان عرض على أوبان صفقة: سيبنا نروح العوامة نطلب أكل وهقولك على مكان طيارة متخبية. أوبان وافق وبعت فيان وواحد تاني اسمه نوفيا في المركب. أوبان عرف إن فيان قتل ناس في المطار زمان علشان عيلته ماتت في حادثة طيارة، فاعتبر إن فيان عنده عقدة ذنب. أول ما المركب
المركب بعد أوبان غدر بالناس وحبسهم تاني. المفاجأة بقى اللي قلبت القصة كلها إن العوامة كانت بايظة وفيان ملقاش حد يرد عليه. رجع فيان وقال لأوبان إن الأكل جاي في الطريق وهو بيكذب علشان يحمي الناس. أوبان ما كانش مصدق، وهنا نوفيا استغل الفرصة وقتل أوبان وخلصوا من ظلمه. فيان أقنع الباقيين إنهم يخرجوا المساجين وما ياكلوش بعض، وإنهم لازم يتعاونوا علشان ينقلوا الطيارة ويصلحوها. وفعلا بدأوا يفككوا الطيارة وينقلوها للمخيم ويبنوا لها هنجر علشان يستخبوا فيها. مارتا جت الجزيرة مع الحراس وفيان كلمها وطلب جزل المولدات، بس في الحقيقة كان عاوزه للطيارة. مارتا سألته عن رسالة استغاثة سيبا كتبها بالجثث على الرمل. فيان كذب وقال لهم انهم كانوا بيصطادوا كائنات بحرية غريبة علشان ياكلوها. مارتا قالت لفيان ان ليه طلب واحد شخصي، فاداها ورقة مكتوب فيه طلبات للرجالة اللي معاه. بعد ما مارتا مشيت جت مجموعة مساجين امريكان جداد للجزيرة وكان ليهم زعيم ضخم. اول ما شاف فيان ضربه وبدأت خناقة شوارع ومجزرة بين الطرفين. النار ولعت في كل حتة والموضوع بقى دمار شامل. وهنا حصلت حاجة محدش كان شايفها جاية. المسؤولين عن المشروع لما شافوا انه الدنيا باظت واكتر من نص المساجين ماتوا قرروا ينفذوا كود اسمه الجزيرة العريانة، وبعتوا حراس مسلحين علشان يصفوا كل اللي فاضلين على الجزيرة. بدأ الضرب والرصاص على الكل، ومارتا حرقت رسائل فيان وسيبا واتنين كمان استخبوا في الهنجر وطلعوا الطيارة بسرعة. وهم بيحاولوا يطيروا سيبا قرر انه مش هيركب وودعهم وجري على الجبل ورمى نفسه في المية. المرة دي هو مش خايف، وفيان طار بالطيارة وهو بيتضرب عليه رصاص. صحابه اللي معاه في الطيارة ماتوا، بس هو فضل عايش وطار بعيد عن الجزيرة الملعونة دي وخد حريته في السماء. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك يا صديقي ما تنسانيش في اللايك والشير والكومنت الحلو اللي زيك، وما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في التعليقات. وطبعا أفكرك تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. وطالما انت لسه جديد خش شوف الملخصات اللي فاتت علشان متأكد انها هتعجبك. واكتبوا لنا في التعليقات هل تفتكروا ان فيان كان يستحق الحرية دي بعد كل اللي عمله، ولا الجزيرة كانت عقاب عادل ليه؟ مستنى رأيكم في الكومنتات. بس كده اشوفكم على خير في فيديو جديد، ويلا نقول سلام.